السلام عليكم. اليوم إن شاء الله سنقدم البطبوط المغربي بحشوتين، حشوة تونة وحشوة دجاج بنكهة الشاورما. تجدون البطبوط في صندوق الوصف. لننتقل بقية المراحل. بالنسبة لطريقة دجاج الشاورما، غناخدو الدجاج نقطعوه شرائح، نديرو شوية د القرفة، شوية ديال السكينجبير، شوية د الخرقوم، شوية ديال الملحة، شوية د البصل، شوية د الفلفلة حمراء، شوية د الخل أو الحامض، ياغورت طبيعي، ثومة، ونرقدوه ومن بعد نديروه يطيب مع بالنسبه للبطبوط ديالنا غنحتاجو البطبوط، راه الرابط ديالو على القناه. غنحتاجو الدجاج كذلك واسبق وريته لكم. غنحتاجو الطماطم، صلصه راها موجوده في القناه. غنحتاجو الطونه، غنحتاجو كيتشوب اولا موطارد، غنحتاجو شرائح الطماطم، ثم الخس مقطع والزيتون اخضر او اسود والجبن المبشور. بسم الله، غنبداو نهزو البطبوط ديالنا، نديرو القليل من صلصه الطماطم، ثم الكيتشوب او المطارد لمن اراد، دجاج الشاورما، ثم الخس، ثم شرائح الطماطم، واخيرا وليس اخرا الزيتون، وبعد ذلك الجبن المبروش لمن اراد. ثم نأخذ أخرى، نضع صلصة طماطم، كيتشوب أو مايونيز أو مطارد على حسب الرغبة، ثم شرائح الدجاج، خس، قطعة من الطماطم، الزيتون الأخضر أو الأسود حسب الرغبة، ثم الجبن خطوة إضافية. ثم الآن إلى الحشوة الثانية، صلصة طماطم، الطونة بدل الدجاج، قطعة من الطماطم، الخس، الزيتون الأخضر، لمن أراد أي حشوة ثانية كالمورتاديلا مثلا أو السمك فله الاختيار. تبقى الحشوات يعني اختيارية. هناك من يضع صلصات بيضاء بدل الصلصات الحمراء. نكرر نفس العملية، الطماطم ثم التونة، الخس، طماطم شرائح والزيتون. ولمن أراد الجبن أو أي شيء إضافي له ذلك. البطبوط أصبح جاهزا أعزائي. لا تنسوا مشاركة الوصفة والاشتراك في القناة ليصلكم الجديد إن شاء الله. شكرا.